تعادل مخيب للخضر. لم نكن ننتظر هذه النتيجة المخيبة، خاصة في المرحلة الثانية. المنتخب تراجع رهيب. أنا رفقة محللينا كل من محمد قاسي سعيد، مساء الخير، نجدد لك تحية. أهلا وسهلا. سمير العماري الناقد والإعلامي، مرحبا بك. السلام عليكم الزول بلال تيري، مرحبا بك. السلام عليكم رضوان، السلام عليكم مشاهدينا الكرام. امين اقصاص، لقاءنا راح يكون لقاء صعب. اهلا وسهلا بك امين، مرحبا مجددا. اللقاء كما شاهدتم منذ قليل انتهى بتعادل مخيب للمنتخب الوطني الذي كان بامكانه ان يقتل المباراة في المرحلة الاولى. نبدا على بركة الله في تحليل هذه المواجهة قبل ان نجدد او نتصل بزميلنا رضوان عنان وبعثة الهداف المتواجدة هناك لمعرفة ما قاله المدرب الوطني في ندوته الصحفية محمد قاسي سعيد. تعادل يمكن أن نقول بطعم الهزيمة، حقيقة تعادل بطعم خسارة، رغم يعني كان عندنا كل شيء في الشوط الأول. يعني تفوقنا على المنتخب الأنغولي، سجلنا عليه هدف، كنا قادرين نقتلوا المقابلة، ولكن ما عرفناش كيفاش نقتلوا هذه المقابلة هذه. من بعد تقدرش تلعب ب 9 لاعبين رضوان، 11 ضد 11، كنا احنا تقريبا 9 أو 8 ضد 11. سيتادير 9 لاعبين. كاين بعض اللاعبين اللي كانوا خارجين النطاق. من هم؟ كما ندخلوا في التحليل نكملوك. والشوط الثاني شفنا المدرب تاع الانغولا دار تعديلات وين خلى الفريق تاع الانغولي رجع علينا واستطاع باش يسجل الهدف. امين اقصاص، تعليقك على هذه النتيجه المخيبه اشو قبل ان ندخل في التفاصيل والذي حدث في الشوط الثاني، يعني يثير علامه استفهام كبيره. ما الذي استخلصته من هذه النتيجه المخيبه اليوم؟ والله شوف رضوان، انا قبل اللقاء قلت لك باللي اللقاء حيكون صعيب. والله ما كنتش ننتظر انا مثل هذه الصعوبه. اللقاءات كاع راح يكونوا صعاب باسكو هذه الدوره ما كاش منتخب سيفري. كاين المنتخبات الكبرى اللي كنا مرشحينهم باش ينالوا هذه الكاس هذه، من اللقاءات حيتخالفوا رضوان. اليوم تشوف نتايا، تشوف البارح تشوف المنتخب المصري كيفاش كان رابح في الشوط الاول، مع في الشوط الثاني اصبح غيرت النتيجه منهزم 2-1. تشوف الابار اليوم المنتخب السنغالي اللي ربح اداء والنتيجه سيرتو في الشوط الثاني بعد خروج بالبطاقه الحمراء. مي تشوف اللي جميع اللقاءات ابار سينيغال والكوديفال بيربحوا اللقاءات باريحه، اللقاءات الاخرين صعبه. اليوم كنا احنا مثل المنتخب الثاني، المنتخب تاعنا شفنا شوطين. الشوط الاول كنا فايزين باداء ونتيجه، ضيعنا فرص، خلقنا فرص، بالك ما استغليناش. كنا قادرين نزيدوا هدف ثاني ولا هدف ثالث، مي مالوريزمون ما عرفناش. سيفري ماشي ما عرفناش، ما طاحوناش دي اوكازيون ديبي تاع النات اللي نقدروا نقتلوا بهم المقابله. ابار تاع بليلي اللي كانت فرصه هذيك حقيقيه لتسجيل الهدف، مي مالوريزمون نقول لك بالك ماشي بالك كانت الفعاليه ناقصه، نقدر نقولوا الفعاليه ناقصه. مي الشوط الثاني انا نقول باللي سيرتو من الناحيه البدنيه تراجع رهيب للمنتخب الوطني. اللغز راه هنايا رضوان، رغم اننا كنا متفائلين بعد تربص الطوغو 10 ايام. شوف رضوان، والبدايه هنا في سيدي موسى. شوف حنا نقولوا باللي المنتخب الوطني جوز ان ستاج بارفي، نقولوها بكل صراحه. كاع الامكانيات كانت موفره. حوالي 10 ايام هما في الطوغو، ثم ليكيب بيان بريباري. ومن بعد كي تدخل الملعب ماشي معناتها سيفري تبريباري باش تدخل في لي ماتش هذوما، باش تكون في لياقات جيده، باش تصنع فرص، باش تسجل، باش تربح هاد اللقاءات هادو. مي اليوم انا نقول لك باللي اسمح لي، تعرف اول كره لمسها بغداد بونجاح في الدقيقه 19 نو 19 كان الاستحواذ عندنا. خلينا من بعد ندخلوا نبدا مع التقنيين ومن بعد نروح لزميلنا سمير العماري. بلال تزيري، هل فيه تفسير لهذا التراجع الرهيب في الشوط الثاني؟ وعلى العموم انا كنا في الكواليس نشاهدوا في المباراه بمجرد الدخول المنتخب الانغولي في الشوط الثاني واستحواذه على وسط الميدان والتعب الرهيب لعناصرنا، قلت لي في الكواليس واحنا نشاهدوا في المباراه بحضورهم، قلت لي لو نكملوا هذا راح يعدلوا لنا النتيجه. لماذا هذا الشعور من البدايه في الشوط الثاني؟ والله يا رضوان، يعني دخلنا الشوط الاول بعزيمه، يعني مالغري لو كود دونفوا شفنا الفريق تاع لونغولا لا بريسي ليكيب ناسيونال جوست هذيك 30 سكوند، ميم با 30 سكوند 40 سكوند، الى بريسي من هنايا عاود
كي يشدوا ليكيب ناسيونال الفريق الوطني شد الكره خلاص عاود ركيلاو الفريق الانغولي، يعني عاود ولا بلوك ميديوم ومن بعد عاود ولا بلوك تراجع تماما بلوك با وقاعد يستنى ابري لو بيت 19 مينيت دو جو ابري لو بيت ولينا حنا مازالنا كنا بيان مالغري كانوا لونغولا تم اللي جاتهم الركنيه الاولى، يعني الكوتي غوش الكوتي دروا ديالنا الكوتي غوش ديالهم جات هذاك راه اندار، هذاك راه مشاو من بعد مشاو في الكوتي دروا نوعوا يعني الهجمات تاعهم، كانوا يحبوا يروحوا بلاطاك رابيد مالغري، يعني حتى شفنا في الشوط الثاني اللي شفنا دخل اللاعب هذاك اللي عنده لا فيتاسيتو منا سي جوار عنده نعم عنده لا فيتاس كانه عموره يعني فوالا عنده لا فيتاس تاع الشوط الثاني هذاك. الشوط الاول يعني نقول درس الفريق الوطني وبعد ما يخفالكش رضوان، يعني شفت انا لي ماتش ملي بدات لا كوب دافريك هذا شفت نشوف توجور دوزيام ميطون سي فري ليكيب اللي تكون مسيطره دوزيام ميطون توجور ينقص لو ريتم تاع المقابله، الحراره طالعه بزاف. اليوم شفنا الرطوبه ما كانتش عاليه كثير، الرطوبه ما كانش، مي شفنا الشوط الثاني يعني استحوذ على الكره الفريق الانغولي، وين نقول خدا الوسط، يعني خدا كره في وسط الملعب، وبالماضي تفطن الهديه وين عمل يعني دخل زروقي يعني باش لانه بالطالب تعب، يعني بالطالب تعب خدا يعني زروقي باش au moins يستابيليزي au moins اونتر لا ديفونس اي لاتاك ويستابيليزي الميليو تيران. اليوم نقول يعني المقابله الاولى هذه مازالنا زوج مقابلات، المقابله الثانيه راح تكون يعني ضد الفريق نوصلوا المقابله الثانيه، نبقاو في مباراه اليوم. سمير عماري بصراحه اسك تو ديسو، اسك نقدروا نقولوا بانها اول مباراه الفوز كان اقرب لنا في الشوط الاول، خاصه لعبنا احسن. هل رانا كما منتخبات الاخرى كما مصر كما الكاميرون كما غانا اللي خسرت كما نيجيريا اللي تعادلت مع غينيا الاستوائيه وكما ايضا المنتخب الجزائري اليوم، صراحه ربما تعادل هذا ما يخليناش نيأسوا من باقي المشوار، ولا تعتبر بانها بدايه غير موفقه تشبه ما حدث لنا في الكاميرون في دوره الكاميرون عندما تعادلنا في اللقاء الاول امام غينيا الاستوائيه؟ لا صراحة اليوم أنا ما كنتش ننتظر هذا الوجه تاع المنتخب الوطني نوطالمون في لا دوزيام ميطون. نظن أن عقدنا الأمور والآن رانا في بإجبارية الفوز في اللقاء الثاني وتبداو الحسابات. أنا أظن أن المنتخب الوطني كان بإمكانه اليوم يدي 3 بوان فاسيلمون. الاسباب اظن اولا انا لا افهم هذا الانهيار كما قال اكساس البدني ابري ان ستاج دو بريباراسيون اون افو دي جوار مارشي سور لو تيران دي جوار اسفيكسي دي سي غير مقبوله صح غير مقبوله ولا تفهم هناك. واظن ان الناخب الوطني ثاني ما كانش له الجرأه وباش يدير التغييرات اللي كان لازم يديرها. احنا شفنا كما قال قاسي لاعبين ليماج دو كابيتان محرز اللي ما داش ما جاش سي با البريمي ماتش سي دوبوي لونطون. il aurait pu changer on aurait pu faire du poste par poste نجيبوا محرز، ولكن في الكوتي تاع نجيبوا الناس ولكن في الكوتي تاع محرز لا افهم اوسي الخروج الميور جوار في لا بريمير ميطون بالليلي اون بو توجور نو دير بالليلي خرج بعد الاعلان عن ضربه جزاء، ولكن ولا يخرج عن محرز عنده لي كاباسيتي باش يلقى الحلول في دقيقه بالليلي. الميور جوار دو لا بريمير ميطون يخرج جوست ابري لو بينالتي اكوردي او زونغولي هذه اللي ما فهمتهاش. خرج هو في الدقيقه 66 دخول والناس ما كان بالليلي ودخول في الدقيقه 66 سليماني ما كان بودي، والناس لما دخل ميم سي ما داروش في البوست تاعو لعب الكونترير الكوتي غوش جاب لو بلوس. ولكن انا جوبونس كو الان حان تغيير بعض العناصر المنتخب الوطني. لازم تكون عندنا الجرأه، ما اون بو با كونتينيي سور سو ريتم اي سبيري دي ريزو. صافي لونطون حنا نلعبوا بنفس اللاعبين ونفس النتائج. الان لونترينور يدوا تروفي دي سوليسيون. اون بو كونتر البوركينا فاسو اون نا با دوتر شوا كو دو غاني. الان باش تحسن المنظومه لا تقدر تفوز امام موريتانيا وتتاهل 4 نقاط تتاهل رسميا. تقدر تربح، ولكن باش تربح لازم دير تغييرات جذريه في الفريق. ما تقدرش تلعب بنفس التركيبه اللي لعبنا التعداد اللي لعبنا به.
il faut avoir un peu de courage. Il faut se lancer dans le bain enfin. Bon, on a choisi une équipe type بدينا شفنا les résultats وشفنا الانهيار البدني وشفنا le rendement individuel. الآن il faut faire un bilan et changer les choses. Parce que si on ne change pas les choses, je suis convaincu qu'on va arriver à d'autres contrevenus. قبل ما نروح لمحمد واش حبيت تضيف مع امين؟ نكمل لاسويت تاع سامر. اليوم ممكن نشوف المنتخب الوطني لعبنا على جهه واحده، الجهه اليسرى. نعم. صافي الشوط الاول غائبه عطال كان تعبان، عطالو محرز ابار شايبي اللي كان يروح في الانترفال شويه جبنا واحد 2 كورنر ولا 3 كورنر. مي اللعب راني نحكي سور لو بلون جو كان ايت نوري بن ناصر وبليلي اللي حرقوا له الهجوم. وثاني كاينه حاجه في الميليو تيرا بن طالب اللي ضيع عده فرص في لارولونس، كان ناقص عده كورات يضيعهم. حتى ودخول زروقي لم يقدم الكلام. نو احنا نحكوا على بن طالب اللي لعب كثير في الشوط الاول وشويه في الشوط الثاني. راني نحكي لك على الميليو تيرا. ابار هذا لانيماسيون اوفونسيف ما كانتش من الجهه اليمنى، على بها كان ديزيكيلي في اللقاء. محمد قاسي سعيد صراحه ما الذي جعلنا في الشوط الاول لعبنا بطريقه رائعه وما قدرناش نقتلوا اللقاء، لانه لو سجلنا الهدف الثاني والثالث ربما نشاهدوا مباراه اخرى. هل الجانب البدني وحده ولا توافق ما قاله سمير انه بعض العناصر، انت تكلمت على اننا لعبنا ب9 عناصر، بعض العناصر كانت خارج الاطار وكانت تستحق التغيير، وهذا انتقاد ايجابي، انتقاد بناء، انه بعض العناصر ربما لازم تحس شويه بالبنك الاحتياطي. شوف رضوان، درنا شوط اول لا باس به، ولكن مع بروز بالليلي يعني صراحه بالليلي انا فاجأني وبالناصر في الجهه اليسرى وين خلقوا عده فرص وشفنا زعزعوا الدفاع الانغولي، زعزعوا يعني حقيقه استقرار الدفاع تاع الانغولا. ولكن في الشوط الثاني كان فعل تاع المدرب تاع الانغولا وما شفناش رد فعل تاع الناخب الوطني ديالنا. هو دخلوا الناس ودخل لا استنى انا نقول لك رضوان، الدقيقه 45 اتكلم على الدقيقه 46 حتى الهدف يعني الاكسيون تاع المدرب تاع انغولا وما شفناش اون كونتر اكسيون تاع الناخب ديالنا. يعني اون سيبي لو جو، داروا بينا واش يحبوا. الفالي تماك الناخب الوطني ديالنا يدير حسابه قبل ما نلحقوا لضربه جزاء، لان يعني خداو لنا وسط الميدان، خداو شفنا الدفاع تاعهم اللي كان تقريبا في وسط التيران، يعني خداو كاع الميدان. الى يرجع هذا الامر الى ماذا؟ راجع اولا اللياقه البدنيه تاعنا اللي انهار تماما. الشوط الثاني الشوط الثاني لا، ولكن ما فهمتش. راكو هنا الله يبارك 3 لاعبين سابقين، كيفاش اللاعبين هادو يسون بروغرامي اجوي اون ميطون؟ لماذا تراجعنا هذاك الشوط الثاني؟ ما لعبناش على الساعه الثانيه زوالا، لعبنا على الساعه 9، الرطوبه ما كانتش عاليه. ما الذي حدث؟ كان بريبارينا في انغولا في طوغو في ظروف رائعه، عندنا فندق وحدنا. انا حاب نفهم السبب هذا التراجع. اللي يكون ديزيكيليبر في الفريق رضوان. وانا قلت لك في البدايه وزاد كمل سمير، قلت لك لعبنا تقريبا ب8 ولا 9 لاعبين ضد 11. شكون اللاعبين اللي ما لعبوش؟ قلت جاي ما لعبتش، يعني عطال ومحرز، يوسف عطال ومحرز، يعني تقريبا خارج الاطار، كان خارجين الاطار. اليوم لازم تكون عندك الشجاعه. اذا ما غيرش مع ضد البوركينا راح نزيدوا نشوفوا مهزله واحده اخرى في الوقت. صح. كنت تعطيني محمد قاسي سعيد، انا حاب نعرف لماذا هذا التراجع الرهيب لرياض محرز كقائد للفريق؟ حتى هو من المفروض يعترف مع قرارة نفسه انه ما راهوش يؤدي في مباريات كبيره، بما في ذلك في السعوديه مع ناديه. لماذا لا يتحدث مع المدرب ويقول صح انا كابيتان ديكيب، ولكن البعض يقول لك ربما محرز في لقطه ولا في المخالفه الاخيره هذه كنا نصوتيو ونقولوا محرز راح يزيد يفعلها. وي كنا نقولوا لو كان قعد ايضا بالليلي كنا نقولوا بلي يقدر يدير حاجه، ولكن شفنا بالليلي خرجوا. المهم رضوان اليوم المقابله تاع اليوم للنسيان حقيقه النسيان. الشوط الاول كان لاباس به، الشوط الثاني كنا خارج النطاق، وهذا قلت لك راجع يعني غياب بعض اللاعبين يعني اللي ما اثروش في الميدان، وتراجع الرهيب يعني اللياقه البدنيه تاع اللاعبين ديالنا. ولكن تبقى المقابله تاع البوركينا فاسو راح نوليو